إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجدت نفسي هنا في هذا الحفل بمناسبة المؤتمر السنوي لأطباء العيون وجراحتها، ووجدت نفسي مع أحد المشاركين والمؤتمرين الذي شارك بنتائجه وأبحاثه هنا في هذا المؤتمر الدولي، وما شاء الله هو من جمهورية لبنان، وقلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الأيام الحرجة. فأترك له الكلمة لأن له ما يمكن قوله، وخاصة أنه درس الطب بالمملكة المغربية الشريفة، وبالضبط بمدينة الرباط العاصمة الإدارية للمملكة. فليتقدم مشكورا الأخ بديع، وحفظك الله وشكرا. نعم. ما هي ذكرياتك عندما درستم الطب بالمملكة المغربية؟ وشكرا. ذكريات كثيرة. أجمل سنوات عمري الحمد لله قضيتها في المغرب عندما درست الطب العام في جامعة محمد الخامس في الرباط، وكنت أسكن ليس بعيدا عن الجامعة. الحي الجامعي السويسي؟ لا، في أجدال. ما شاء الله. شارع فرنسا. شارع فرنسا 5 rue de France. هل نقول فرنسا أم فرنسا بالفتحة أم بالكسرة؟ فرنسا. فرنسا. في عندك أسئلة؟ وحاليا تعملون في لبنان؟ لا، في فرنسا. أي مستشفى؟ كنزبة؟ لا، في مستشفى في ضواحي باريس اسمه اوبيتال سيمون فاي. سيمون فاي كانت وزيرة الصحة مع الوزير الأول جاك شيراك. نعم. ما بين 96 وما بين 86 و 88. Je travaille à l'hôpital Simone Veil qui est à Aubonne. Aubonne. نعم. dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise نعم. وعندي عيادة في فوس أمام جوزنفيل ما شاء الله في الفال دواز توجور. ما شاء الله. الشعب اللبناني شاع طموح. عدد سكان لبنان داخل لبنان أقل بكثير بعدد اللبنانيين الذين يوجدون في جميع أنحاء العالم والكرة الأرضية بجميع قاراتها. كيف تفسرون ذلك؟ الشعب اللبناني من زمان، من أيام الفينيقيين يهاجر، يعني هذه موجودة عندنا في الجينات، بالإضافة للحالة السياسية والأمنية في لبنان. أنا مثلا خرجت من لبنان بسبب الحرب في السبعينات، في 81 1981 عندما أصبح ميتيرون رئيس لفرنسا. نعم. وقد زار المغرب في يوم أنا كنت في فرنسا. ما شاء الله. ميتيران جاء المغرب، حتى أمين الجميل جاء المغرب لما كان. إلياس ساركيز كمان. إلياس ساركيز ما كنت أنا في المغرب. ميخائيل نعيمة كمان. نعم. شكيب أرسلان، كلهم زاروا المغرب. المغرب سي مون دوزيام بيي. ما شاء الله. مرحبا بك. وجميع الوثائق التي كانت توزع من المكتب الوطني للسياحة بالمغرب كان مكتوب عليها لو ماروك تير داكوي اي داميتيي، فما بالك أنكم درستم هناك. نعم. وأنا يعني عندي شعور خاص بالنسبة للمغرب. بعتبره يعني mon deuxième pays et je compte إن شاء الله à ma retraite aller m'installer au Maroc. Quelle ville? Je pense Rabat c'est un peu trop cher. Je pense pas très loin de Rabat, peut-être Salé. Je vais m'acheter un appartement et aller là-bas. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. متمنياتي لكم بالتوفيق، ودمتم مشعلا تضاء بكم العيادات ونبراسا تضاء بكم الأبحاث
والتطورات في عالم البصر، وكما جاء في الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا، حياكم الله. أهلا وسهلا.